بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن رأي الناس فيك. بيقولوا عنك ايه رأيهم فيك؟ كلامهم كويس، كلامهم وحش. زي مثلا ضاع حذاء طفل على البحر وهو بيلعب، فكتب على الشاطئ كده البحر ده حرامي. مش بعيد عنه شوية كان في راجل صياد اصطاد سمك كتير قوي، فراح كاتب على الشاطئ كده البحر ده كريم. بعدها بشوية غرق شاب في البحر، فكتبت أمه على الشاطئ البحر ده قاتل. وراجل عجوز اصطاد لؤلؤة في البحر، فكتب على الشاطئ البحر ده سخي. فجأة جت موجة عالية مسحت كل اللي اتكتب على الشاطئ، واستمرت الحياة من غير ما تقف. رأي الناس كده فيك، اللي انت بتديله واللي انت معاه واللي انت بتطوعه فانت كويس بالنسبة له. انت بقيت ضده قلت له لا، بقيت انت وحش. سمع هو سمع عنك حاجة، والله ده فلان ده صفته كذا كذا. طب انت شفت؟ لا والله سمعت. طب لما انت سمعت ما شفتش بتتكلم ليه؟ بتظلم الناس كتير معاك ليه؟ هو ليه كل ما نسمع حاجة نروح قايلينها؟ ليه لازم نحط البهارات بتاعتنا على كل مصيبة بتحصل؟ ليه بتبقى الحاجة صغيرة ونكبرها؟ عشان ايه؟ وعشان مين؟ هتستفيدوا ايه من ده؟ الناس فيها اللي مكفيها وزيادة. بص لنفسك، كل واحد يبص لنفسه هيلاقي نفسه فيه اللي فيه ومكفيه. فما تجيش تأذي الناس كمان في كلمة بتتقال أو حاجة. ده أنا سمعت. يا أخي أنت سمعت، لكن الناس ما سمعوش حاجة. أنت بتنقل غلط ليه؟ بتوصل المعلومة للناس غلط ليه؟ نفس النظام لما جه الموت مسح كل الكلام المكتوب، كل حاجة اتمسحت معاها. امسح من حياتك، الغي كل حاجة وحشة من حياتك وافتكر الحاجة الكويسة. الحياة بتستمر. علشان كده اوعوكم تشغلوا بالكم بكلام الناس. الناس بتقول عنك، الناس بيقولوا اللي وصل لذهنهم. نمسح الخطأ من دماغنا، نمسح الخطأ للناس. ده ربنا بيغفر لكل بني آدم على الدنيا كلها. ليه احنا بنقف للناس دي كلها؟ الكل بيوصل، الكل بيبعت الحاجة اللي وصلت ذهنه، بس هو اللي بيقولها. الكل يقول وصل اللي وصل لذهنه بيقوله. امسح الخطأ عشان تستمر الحياة كإخوة. ما تمسحش الإخوة أو الأخوية اللي بين الناس أو اللي بينكم علشان يستمر الخطأ. لما تتعرض للإساءة ما تفكرش ترد رد قوي، لا، فكر إزاي ترد أحسن رد عندك. عامل الناس بأخلاقك، بأدبك، مش بأخلاقهم، علشان ما تبقاش زي حد. في النهاية أخلاقك الوحيدة هي اللي راح تعيش معاك العمر كله حتى بعد موتك. سيب الأثر الطيب يتكلم عنك. سيب نفسك، يعني الحاجة الكويسة اللي جواك هي اللي تقول. سيب اسمك الكويس، سيرتك الكويسة. لو انت قلت لحد النهاردة او قلت لحد حاجة النهاردة هيتقال عليك كما تدين تدان. اتقوا الله، اتقوا الله في كل حاجة يا جماعة. تحياتي لحضراتكم وبنتمنى لكم دايما التوفيق. تحياتي وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.